قبل قليل انتهى لقاء المنتخب المغربي ونظيره التنزاني، وذلك بفوز المنتخب المغربي بثلاث أهداف نظيفة. كيفاش داز هذا الماتش وكيفاش التقييم ديالنا لكل لاعبين على حدة، وكذلك لاختيارات المدرب وليد الركراكي والتغييرات اللي دار بها، هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كيف ما عرفتوا، المنتخب المصري تعادل مع المنتخب ديال موزمبيق في الدقيقة الأخرى تقريبا بهدفين لمثلهما، وكان غادي يخسر. المنتخب الجزائري هو الآخر كيتعادل مع المنتخب الأنغولي بهدف لمثله، وشفنا انهيار بدني كبير للاعبي الفريق الجزائري. منتخب موريتانيا كينهزم امام بوركينا فاسو في الدقائق الاخيره بهدف لصفر، وهزيمه المنتخب التونسي البارحه امام المنتخب الناميبي في مفاجاه مدويه بهدف لصفر. اليوم المنتخب المغربي كيرد الاعتبار شيئا ما للفرق العربيه، وذلك بهذا الفوز الكبير. شنو هما الملاحظات ديالنا صراحه قبل ما ندخلوا في التحليل ديال المقابله؟ انا اش بان ليا بان المنتخب المغربي استفدوا من الاخطاء اللي وقعوا فيها المنتخبات العربيه لانهم لعبوا قبل منه. فاليوم شفناه انه كيفاش انه في الشوط الاول ما بغاش يطلع الريتم. علاش؟ لان كيف ما شفنا المنتخب ديال الجزائر طلع الريتم مع المنتخب ديال انغولا، خاصه في الشوط الاول، وكانوا يماركيو شحال من هدف ولكن ما تسجلتش، تقلب عليهم الماتش. هذاك الشيء اللي خافوا منه المنتخب المغربي، فهو جراو المقابله كما ينبغي، يعني انهم استافدوا من درس مصر والجزائر وحتى موريتانيا. مازال تونس ما كانش في، المهم ماشي هذاك هو داك المنتخب التونسي اللي بغيت نشوفه انا. ما عجبنيش، ما خاص بزاف ديال الحوايج يتبدلوا فيه، رغم انه حتى هو راه ضيع ماشي محاولات، ولكن المنتخب التونسي خاصو يكون اكبر من المنتخب الناميبي ب1000 درجه، لانه منتخب ناميبي منتخب مغمور صراحه. ما عمرهم كاع ربحوا حتى شي ماتش في التاريخ ديالهم ديال كاس افريقيا. فاليوم المنتخب المغربي، ونتيجه انه لعب اخر هو الاخر في المنتخبات العربيه، فكنظن انه استفد من هاد الدروس هذه. فشفناه في الشوط الاول صراحه كان غير كيجيريو المقابله. الوقت اللي كيبغيو يهاجموا كيهاجموا، ولكن دغيا كيرجعوا كيسدوا بشويه عليهم، ما كيزربوش، كيجيريو وكيجاريو المنتخب التنزاني لانه كان كيتكتل لهم في الوراء. هذه ملاحظه كبيره وخدموا عليها كنظن وليد الركراكي والطاقم كامل، وحتى اللاعبين كانوا واعيين بهذه النقطه هذه. بالنسبه للاختيارات ديال وليد الركراكي، فاليوم كنشوفوا تقريبا نفس التشكيل، بونو في البوطو، حكيمي ارير دروا، سيس ونايف اكرد. اول مره كيلعب الشيبي في بلاصه ارير غوش، يعني بلاصه عطيه الله او المزراوي اللي كاين الغياب ديالهم نظرا للاصابه. واليوم صراحه الشيبي قدم مباراه مزيانه محترمه، ما حملتوش غير في ديك البطاقه الصفراء انه كان يتفاداها بسهوله، ولا داعي لهذاك الشيء اللي دار. كان زعما ما عندوش لاش كان يوصل حتى لهذيك الدرجه، كان يتفاداها بسهوله هذيك البطاقه. وسط الميدان راك شفناه امرابط وناحي وسليم املاح، هذا الثلاثي ديال المونديال ما غيروش. وفي الهجوم راه كان زياش مع النصيري، مع المفاجاه الاخرى وهي الزلزولي دخول مكان بوفال. صراحه تقريبا جميع اللاعبين قدموا ما عليه، كانوا طوب، داروا جمل تكتيكيه واعره، وصلوا للبوطو اكثر من محاوله.
نصيري كان على الاقل يسجل 2 اهداف اليوم صراحه. بعد الطرد كان نقطه تحول كبيره في المقابله، لان في الدوزيام ميطا شويه وركوا علينا تنزانيا، ولكن هذيك لانه ما بقى عندهم يخسر 1-0 خاصو يقلب على التعادل، دونك تكاو شويه على المغرب. ولكن هذيك الطريقه خلات واحد الفراغات، مساحات كبيره اللي كانوا غادي يستغلوها المغرب في غادي يستغلوها مع مرور الوقت، غادي يستغلوا شي فرصه وغادي يسجلوا، وداك الشيء ما وقع. نقطه التحول ديال المقابله هو الطرد. بصفه باينه راه المغاربه هما اصلا قويين، ما غادي يوليو لاعبين مع 10 ديال اللاعبين ديال تنزانيا، فبين غادي توضح الرؤيه بان المنتخب غادي يزيد اهداف، وكان يقدر يسجل اكثر من 3 الاهداف، خاصه بعد التغييرات اللي دار وليد الركراكي. فهو خرج لاعبين اللي تقريبا سالاو فيزيكمون ودخل دراري باقيين صغار، باقيين طموحين، باقيين كيجريو، باقيين مسوفلين مزيان، عرفتهم غادي يتكاو على تنزانيا. كان حريت شويه هو اللي ما كانش في الطوب ديالو، ضيع بزاف ديال الكواري. اما بوفال مثلا دخل، او عدلي او الكعبي تحركوا مزيان، خنوس كذلك. صراحه مقابله مزيانه، واحسن حاجه هي الفيكتوار. والمقابله الاولى كل ما ربحتيها ما كينقص عليك شويه الضغط، خاصه ان المغرب كان عليه ضغط كبير، لانه هما شافوا شنو وقع للمنتخبات الكبرى. فنيجيريا شنا تعادلت ب1-1، غانا خسرت، الجزائر تعادلوا، الكاميرون تا هما تعادلوا، يعني بزاف ديال المفاجآت كانوا. فتفاديا لهذه المفاجآت المنتخب المغربي احترم الخصم، عكس المنتخب التونسي البارح كيبان ليا ما احترموش ناميبيا، استصغروها. اما المنتخب المغربي اليوم فهو احترم المنافس ديالو، جرى المقابله ديالو، كان عنده لوبجيكتيف هو الفوز. المقابله الاولى كل ما فزتيها كتخليك تلعب باريحيه. هادشي اللي كان اليوم تقريبا. اختيارات مزيانه، تغييرات مزيانه، قراءه ممتازه للمقابله، لاعبين في الطوب ان شاء الله، وغادي يكونوا الكلمه ديالهم وغادي يمشيو بعيد الا بقاو بهذا الريتم. رغم ان صراحه كان كيبان لك بان الظروف ديال المناخ صعيبه شويه، كاينه الرطوبه عاليه، ولكن كنظن المغاربه بحال تاقلموا معاه حيت مشاو بكري. كيبان لك سالاو المغاربه، سالاو الماتش باريحيه، وكاع ما كتحسش بلا فاتيك. بار كونطر الفرق الاخرين بحال المصريين والتوانسه ولي زالجيريان عياو. كنظن في المقابله الثانيه غادي يداركوا المنتخبات العربيه هاد الاخطاء اللي وقعوا فيها، ونتمنوا حظ سعيد لجميع المنتخبات العربيه. الى هنا استودعكم على امل اللقاء بكم في حلقه مقبله مع مقابله اخرى، سواء حنا غادي نبقاو بزاف نركزوا غير على المنتخبات العربيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.